اسمه يعني ضوء القمر، وبنى الجامع اللي ورايا ده في عصر المماليك، تحديدا ايام السلطان برقوق. فاهلا بيك من الخيامية، بحييك، وتحديدا من قدام جامع ومدرسة وضريح الامير إينال اليوسفي. وانت ماشي في شوارع القاهرة بص يمينك وشمالك هتلاقي حكايات كتير ورا كل مبنى. النهاردة كنت في جولة في مصر القديمة تحديدا في الخيامية، والضيف اللي معايا شاف المبنى ده. حكيت له الحكاية انه واحد من اجمل العمارة المملوكية في مصر رغم انه مستخبي ومتداري. مجموعة الامير إينال اليوسفي اتأسست سنة 1391 ميلادي. المماليك كانوا مشهورين بالعمارة بتاعتهم، واحد من العمارة الجميلة قوي اللي موجودة هنا هو الجامع ده. تخيل المبنى ده بقاله أكتر من 600 سنة، وما كانش مجرد جامع عادي ولكن كان مركز ديني وثقافي مهم في القاهرة المملوكية. المماليك ما كانوش بينسوا تفصيلة في العمارة بتاعتهم، يعني في هنا حوض سقيا دواب، والناحية التانية من هناك في سبيل علشان الناس تشرب منه. المبنى كامل من بره، روعة في التخطيط، الكتابات، السبيل، وفوق على الجامع من فوق مكتوب ألقاب الأمير والرنك بتاعه، يعني الرمز اللي هو بينتمي ليه زي الشعار كده بتاعه. كل حاجة في القاهرة جميلة، وأنا بمشي في الشوارع بستكشفها وبعرف الناس بيها. فلو عايز تعيش الرحلة معايا بنفسك، نتمشى وسط التاريخ ونتصور، اكتب كلمة رحلة في كومنت أو رسالة وهبعت لك كل التفاصيل. وما تنساش اللايك والشير والفولو عشان مهمين جدا.